مصر قبل الحملة الفرنسية كانت تحت حكم المماليك. المماليك كانوا خاضعين للحكم العثماني. وقتها كان المماليك دايسين على الشعب المصري. الشعب المصري كان بيعاني من الفقر والظلم والمرض وأي بلوى كانت موجودة في مصر وقتها، وكان الجهل منتشر بين عامة الشعب، اللهم إلا بعض العلوم الشرعية اللي كانت بتدرس في الأزهر وقتها. المماليك والعثمانيين كانوا عاملين زي الراجل وطليقته، وكان اللي متداس عليه في وسط كل ده هو الشعب المصري. المماليك كان كل اللي يهمهم هو مين فيهم اللي يحكم. الصراعات الدايمة على الحكم والقتل والاغتيالات والخيانة كانت شغلاهم، فما كانش شاغلهم ولا مصر ولا تأمين مصر. في الوقت ده كانت الدولة العثمانية أضعف من إن هي تبعت جيش يسيطر على مصر. في الوقت ده برضو كان في ثورة فرنسية قايمة هناك على الملك لويس الستاشر، وأطاحوا بيه وتم إعدامه. نابليون بعد ما أطاح بلويس الستاشر بقى هو الجمهورية تقريبا الوحيدة في أوروبا وقتها، فكان بيتحارب من كل أوروبا نظرا لأن أوروبا كلها ملكية وخايفة إن مبادئ الثورة تتسرب لشعوبها. فنابليون حاول يبحث عن أماكن جديدة تكون مستعمرات ليه، وفي نفس الوقت كان عايز يلاقي طريق تاني يوصل بيه للهند بعيد عن طريق رأس الرجاء الصالح اللي كانت انجلترا مسيطرة عليه. فالمكان المناسب ليه كان مصر، وبالفعل الجيوش الفرنسية اتحركت بأساطيلها ناحية اسكندرية. نزلوا الاسكندرية، مفيش حماية عسكرية، مفيش مماليك، مفيش حد ضدهم غير الأهالي. فدارت ضدهم مقاومة شعبية بقيادة السيد محمد قريم، اللي طبعا انتهت بالقبض على السيد محمد قريم، والمقاومة ما قدرتش تعمل ضدهم حاجة. في الوقت ده مراد بيك اللي المفروض كان أحد اتنين بيحكموا مصر، كان مراد بيك وإبراهيم بيك. مراد بيك اتوجه بجيش ناحية شبرخيت، ما قدرش يعمل حاجة، اتقهقر لمبابة، ما قدرش برضه يعمل حاجة، والفرنسويين دخلوا مصر تقريبا بدون قتال، يعني دول ما يعتبروش معارك أساسا. نابليون ما كانش أول واحد يحاول إنه يسيطر على مصر أو يفرض حكمه عليها. لويس ال14 وال15 وال16 كلهم حاولوا قبل نابليون، بس ما كانتش محاولات جدية بالطريقة اللي كان جاي بيها نابليون. نابليون لما جه أشاع بين المصريين إن هو جاي عشان يخلصهم من حكم المماليك. المصريين ما كانوش محتاجين كلام أساسا، وما كانوش طايقين المماليك ولا طايقين العثمانيين. فكان في نوع من القبول، خصوصا إن نابليون عمل لهم 3 دواوين. فالمصريين زي ما تقول كده حسوا إن هم ليهم دور، خصوصا إن وقت المماليك ما كانش ليهم أي دور. العلماء وكبار التجار هم اللي بيتشكل منهم الدواوين دي، بس إحساسهم بالأهمية انتهى بسرعة، لأن تصرفات الفرنسيين كانت عكس اللي نابليون قاله خالص. لما لقى المصريين إن في ضرايب بتتفرض عليهم أكتر من أيام المماليك، زائد إن هما بياخدوا دورهم وبياخدوا أملاكهم بدون وجه حق، ولو في ذكر يتكلم، ده غير إعدام السيد محمد قريم اللي المفروض هو صد المقاومة في اسكندرية، فتم إعدامه لترهيب الناس. فالناس فعلا في الوقت ده عرفوا إن هما ملهمش أي 30 لازمة زيهم زي المماليك. وكرد فعل على كل اللي بيحصل ده، المصريين قاموا بثورة القاهرة الأولى أكتوبر 98. كان مقرها الأزهر، كانوا بيتجمعوا في الأزهر وخرجوا من الأزهر على مقر الحكم الفرنسي في مصر. حدثت مناوشات ما بين الثوار وما بين الجنود الفرنسيين. في المناوشات ديت مات ناس، من ضمن الناس ديت ديبوي اللي هو حاكم القاهرة. نابليون لما عرف اللي بيحصل حتى المدافع بتاعته فوق القلعة وفوق جبل المقطم وهاتك يدك في أحياء القاهرة، وتم فض الثورة بالقوة وبالقمع. طلاب الأزهر فرقوهم يمين وشمال وقتلوا كتير قوي منهم، والدم ساد ما بين الثوار. بس كانت أكتر حاجة مؤلمة بالنسبة للمصريين هو دخول الفرنسيين للجامع الأزهر بخيولهم وتدنيسه أو توسيخه بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وهنا بيقول الجبرتي: ثم دخلوا الجامع الأزهر وهم راكبون الخيول، وبينهما المشاة كالوعول، وتفرقوا بصحنه ومقصورته، وربطوا خيولهم بقبلته، وعاثوا بالأروقة والحارات، وكسروا القناديل والصهارات، وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكتب، ونهبوا ما وجدوه من المتاع والأواني والقصاع والودائع والمخبئات بالدواليب والخزانات، ودشنوا الكتب والمصاحف، وعلى الأرض طرحوها، وبأرجلهم ونعالهم داسوها، وأحدثوا فيه وتغوطوا، وبالوا وتمخطوا.
وشربوا الشراب وكسروا أوانيه وألقوها بصحنه ونواحيه، وكل من صادفوه به عروه ومن ثيابه أخرجوه. في الوقت ده بقى الدولة العثمانية ابتدت تصحى واتحالفت مع الإنجليز اللي أساسا ما كانوش مستنيين الدولة العثمانية، لا ده قبل منها في موقعة أبو قير البحرية كانوا دمروا الأسطول الفرنسي كله وقطعوا عنهم أي خط إمداد ما بينهم وما بين فرنسا. فلما الدولة العثمانية صحيت واتحالفت مع الإنجليز ووجوههم بجيش ناحية الشام، نابليون ما استناش، طلع لهم لحد عندهم، سيطر على يافا وقام فيها مذابح كتير، بس ما قدرش يخش عكا لأسباب كتيرة، من ضمنها إن عكا أساسا كانت حصن منيع، زائد إن أهلها موتوا نفسهم في الدفاع عنها بقيادة أحمد باشا الجزار طبعا. وفي الوقت ده أدرك نابليون استحالة وجوده في مصر. ده ليه؟ أول حاجة نقص عدد الجنود، من القتالات اللي حصلت دي كلها والمعارك اللي حصلت دي كلها الجنود قالوا مفيش إمدادات، زائد إن في جيش عثماني إنجليزي موجود في الشام وخلاص داخل على مصر هيجي عليها هنا في مصر، زائد المصريين نفسهم ما كانوش ساكتين، كانوا بيقوموا الثورات في الشرقية وفي القليوبية وخلافه. كانت بتنتهي بالقمع بس كان في روح، ما كان في ناس مش قابلين وجودهم، زائد ان المماليك نفسهم ابتدوا يرجعوا يلعبوا من تاني. ده غير ان الرابط الوحيد اللي كان مخلي المصريين يخضعوا للمماليك وهو رابط الدين الواحد مش موجود عندك يا باشا، فكل حاجة مقفلة في وشه. فنابليون لما أدرك الوضع اللي حصل حواليه قالك يخلع بشياكة، خلع. والأسباب التاريخية بتقول إن كان في مناوشات بينه وبين النمسا، فما كانش ينفع يفضل بعيد عن فرنسا أكتر من كده، لكن أنا مقتنع إن هو أدرك إنه كده كده خسران، فحفاظا على برستيجه قرر إن هو يخلع. سابها لكليبر، وكليبر ما كانش مختلف عن نابليون. كليبر كان فاهم كل حاجة وكان شايف إنه مستحيل يفضل موجود، فتواصل مع الجيش العثماني والإنجليزي بقيادة سيدني سميث إن هما يخرجوا من مصر في سفن إنجليزية على نفقة عثمانية. والله العظيم اللي اختشوا ماتوا. الدولة العثمانية أبدت قبول في الأول، لكن الإنجليز أصروا إن الفرنسيين يخرجوا كأسرى حرب، وده اللي كريبر رفضه. في الوقت ده بقى المصريين استغلوا كل اللي بيحصل ده وقرروا إن هما يقوموا بثورة تانية على الفرنسيين. في مارس سنة 1800 بدأت الثورة اللي كان مركزها حي بولاق، والمصريين المرة دي حاولوا يبعدوا عن الجامع الأزهر عشان اللي حصل قبل كده، فخلوا مركزهم زي ما قلنا في حي بولاق وبدأوا الثورة وأحدثوا أعمال شغب كتيرة قوي. وزي اللي قبله كليبر عمل زي نابليون ونصب المدافع بتاعته وضرب القاهرة بالمدافع وأمر جنوده فحرقوا حي بولاق بالكامل، وتم قمع الثورة بعد 5 أسابيع. الثورة فضلت 5 أسابيع وبعد كده تم قمعها بخيانة من المماليك برضه. لا والأنيل إن كليبر فرض غرامة قيمتها تعادل 10 مليون فرنك، اللي دفع معظمها كانوا العلماء يعني. ده غير المراقبة الشديدة اللي بقت على الأزهر واللي موجودين جوه الأزهر، لأن دول الناس اللي فاهمين في الوقت ده، الباقي كله في جهل، فدول هم اللي هيحركوا الناس. وبعد الثورة ربنا كرم طالب من طلاب الأزهر سليمان الحلبي وقدر يوصل لكليبر وموته، وبعد كده اتخذوا الله يرحمه. وبعد كليبر اتولى مينو الحكم، يعني مينو تحسه كان حمامة سلام، كان أعلن إسلامه واتجوز واحدة مصرية وكان حابب يعمل مستعمرة خضراء وهيحول الصحراء بقى، بس طبعا الأحلام الوردية دي كلها اتبخرت لما اضطر إنه يواجه الجيش العثماني الإنجليزي في معركة كانوب جنب أبو قير واتهزم فيها واضطر ان هو يرجع للاسكندرية. بالمناسبة كان من ضمن القوات العثمانية اللي موجودة في المعركة ديت محمد علي. واضطر مينو بعد كل الاحداث اللي بتحصل ومع تقدم القوات العثمانية الانجليزية عليه ان هو ينسحب من مصر في اكتوبر 1801، وانتهت الحملة الفرنسية بعد 3 سنين. 3 سنين كانت نتائجهم من الناحية الفرنسية صفر، ما قدروش يحققوا اي حاجة من اللي هم كانوا جايين عشانها. كل اللي كانوا جايين يحققوه الحمد لله فشلوا فيه واتكلوا على الله. اما من ناحية المصريين فاحنا نقدر نقول استفدنا حاجات كتير، من ضمنها ان المصريين لاول مرة تهزوا قدامهم صورة المماليك اللي كانوا حاكمينهم بالسيف. ده غير ان المجالس اللي عملها نابليون اي نعم ما كانش لها تأثير، بس عرفت المصريين يعني ايه حياة سياسية،
يعني ايه يكون ليا رأي؟ عرفت المصريين حقوقهم وواجباتهم. المعرفة ديت هتبقى السبب في ان هما اللي يولوا محمد علي حكم مصر بعد كده. المصريين هما اللي ولوا محمد علي حكم مصر مش السلطان العثماني. غير ان الفرنسيين لما جوهم بالحضارة كلها. مصر كانت في تخلف وقتها لصالح المماليك والعثمانيين، اللي كان في صالحهم ان مصر تفضل في جهل عشان محدش يقدر يقاومهم ولا يقول لهم بتعملوا ايه. فالمصريين اطلعوا على التقدم الحضاري اللي كان فايتهم، اللي ما كانوش يعرفوا عنه اي حاجه وقتها. ده غير ان وجود الفرنسيين سبب حاجه مهمه جدا، ان انجلترا حطت عينيها على مصر نظرا لوجودها في مصر مع الجيش العثماني، فعرفوا المداخل والمخارج وعرفوا قد ايه مصر مهمه ليهم. وده اللي هيحصل بعد كده، هيجوا يحتلونا. بس طبعا اهم حاجه سابها الفرنسيين كانت المنتج العلمي بتاعهم. المنتج العلمي اللي بيتمثل في نقط كتير قوي، من ضمنها كتاب وصف مصر والخريطة اللي رسموها بدقة لحدود مصر، ودي كانت أول خريطة صحيحة تترسم لمصر. ده غير المقاييس اللي عملوها على النيل. ده غير إن هما حطوا خطة لإنشاء قناة تربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. ده غير أهم اكتشاف ليهم، حجر رشيد، اللي تم فك رموزه بعد كده هناك في فرنسا. وده اللي كشف الحضارة المصرية بالكامل، اللي كانت مجهولة أوي وقتها، كان الناس مش عارفين. الفرنساويين أي نعم سببوا ضرر كبير أوي لمصر، وضررهم ما انتهاش بخروجهم بل استمر بعد كده، بس برضه كان لهم حاجات مفيدة أوي. وده كان اختصار بسيط عن الحملة الفرنسية ووجودها في مصر.